الناس اللي خايفة على مصلحتي. اذا كان انا مش خايف على مصلحتي، انتوا تخافوا عليه؟ الناس اللي كانت بتقول ان انا رحت النادي الاهلي وان انا خاين ومش كده، انا مش خاين. انا بصوا يا اخوانا، يعني تعالوا نحسب. انا هروح النادي الاهلي هفرح، لا يعني هفرح بتاع 70 مليون، ده لو ما كنتش اخطأت في العدد يعني. انما انا يعني افرح 70 مليون ولا ازعل 360 بني ادم؟ نادي الزمالك كلهم 360 بني ادم بالاعضاء اللي بيشجعوا النادي، وهو 360 ولا 360 واحد ولا 70 مليون؟ 70 مليون طبعا افرح 70 مليون. فيعني انا راجل يعني حسبتها فطلعت هي كده. شكرا. الهدف الاول والرئيسي ليكوا ان انتوا تمضوا لعيبه الزمالك. احنا عندنا شيكات مفتوحه، نقدر ان احنا نتفاوض مع اي لعيب عندكم. انت كده عايز تدي رساله ان النادي الاهلي. اقسم بالله العظيم. طب خليني بس اقسم بالله العظيم عندنا شيكات مفتوحه. نقدر ان احنا نتفاوض مع اي لعيب في النادي الاهلي. انت كده عايز تقول للجمهور، ولكن دي مش سياستنا. تمام. دي مش سياستنا. ان احنا ايه هي احتياجاتنا؟ احنا محتاجين سنتر باك عايزينه كذا، محتاج. طيب بس ايه انت دي حاجه ايه لازم ايه نوضحها. انت برضو نوضحها للناس. كلها بتقول ومفيش مفعول، واللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش. يعني هل انت متاح قدامك تاخد وسام ابو علي، تاخد جراديشار، تاخد النهارده بن شرقي، تاخد امام عاشور، تاخد محمد الشناوي؟ ما اكيد لعيبه راتش النهارده كريم نيدفيد ولا خالد عبد الفتاح ولا رامي ربيعه، العيال اللي مبطله والاهلي مش طايقها دي. زيزو عامل لكم خرم ولسه الاهلي ما اعلنش. امال لما يعمل هتعملوا ايه؟ هتمشي في الشارع بلابيس؟